5 حيوانات ما ينفعش نربيها في البيت، ورقم 1 الغلطة معاه تكلفك حياتك. رقم 5. القرود ذكية عنيدة وبتغير زيها زي البشر، ومع الوقت بتتحول من حيوان أليف لحيوان عدواني جدا، وده غير الأمراض اللي ممكن ينقلها للإنسان. رقم 4. التعبان ساكت صامت ما بيتكلمش بس بيراقب من بعيد، غريزة الصيد عنده بتصحى فجأة، وفي حالات حقيقية التعابين خانقت أصحابهم وهم نايمين، يعني خطر من غير صوت. رقم 3. النمر او الاسد ناس كتير بتربيه وهو صغير وتقول بتعود عليه، بس لما يكبر غريزته بتفوق اي تربيه، وضربه واحده منه كفيله تنهي حياتك في ثواني، وده حصل في كتير مع مدربين في السيرك. رقم 2. الراكون شكله بريء ولطيف على السوشيال ميديا، بس في الحقيقه عدواني بيدمر البيت، وعضته ممكن تنقل داء الكلب وامراض خطيره جدا. وقبل ما اقول لك على رقم 1 صلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناة. رقم 1. التمساح، وده اختارهم كلهم، مفيش ترويض ومفيش ألفة، رد فعل سريع وقوة رهيبة، واي غلطة صغيرة قدام تمساح مفيش فرصة تانية.